السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم حقيقية، قصة طالبة يتيمة لديها 2 إخوة وتعيش مع أخوها وزوجة أخوها في منزل أخوها بعدما توفي أبوها. وصلت البنت من المدرسة وهي تعبانة فيها غثيان. كلمها أخوها وقال لها في شيء خير صار فيكي شيء؟ قالت له لا ما فيني شيء. أكلتي أكل من خارج؟ قالت له لا ما أكلت. قال لها امشي أوديكي عند الدكتور. قال لها عدة مرات امشي أوديكي عند الطبيب بالغصب. راحت معاه لعند الطبيب فحص عليها. قال له حضرتك زوجها؟ قال لا أنا مش زوجها. قال له أنا أخوها الكبير. هلا وين أمك وين أبوها؟ أبي وأمي متوفيين وأنا أخوها الكبير المسؤول عليها، وهي عايشة معانا أنا وزوجتي. أختي طالبة في المدرسة وما هي متزوجة. ليش هذا السؤال؟ الله يرحمهم أهلك، بس معرفش أيش أقول لك، بس بقول لك حاجة وامسك أعصابك. أختك حامل. قال أنت ما تستحين، أنت حامل من وين؟ من وين حملك؟ أنت حامل؟ من الذي غلطتي معاه؟ ليش تسوي كذا؟ أنت أبوك وأمك ميتين وأنا اللي أحافظ عليكي. أنا صدق ما عرفت أربيكي. صيح لأخوها الثاني وخلى أعمامه عشان يدعيهم عشان يغسلون هذا العار. زوجته صيحت له قالت له في رقم غريب يدق عليك، أول مرة يدق عليك، يمكن هذا النذل، يمكن هذا النذل صاحب أختك. قال هذا مش النذل، هذا الدكتور. قام صيح فوق الذي اتصل له. اتصلت أنت يا نذل، ويش عندك؟ أسألك سؤال خليني أفهمك. الدكتور الثاني فسر الحالة غلط، أختك مش حامل، اهدى وأنا أفهمك. الدكتور قال إنه أختك حامل وهي مش أختك، وحصلت خربطة في التحليل، ومريضة ثانية طلعت حامل مش أختك. أختك مش حامل، بس عندها سرطان، يعني سرطان في الأمعاء. هذا المرض خطير، المرض يمكن يؤدي إلى وفاتها. أريد منكم تهتمون فيها هذه الفترة، يمكن تعاني آلام كثيرة في البطن. اتصل الدكتور ألو تسمعني؟ أخوها ما سمع الرصاص وهم جالسين يقتلون أخته، وأمامها أعمامها وعيال أعمامها، ما يقدر يتكلم. التهور صعب والبنت ما لها أي ذنب. فعلا قصة مؤلمة جدا جدا، والدكتور مشترك معاهم لأنه لم يتأكد وأخطأ في التحليل. قصة حزينة، أتمنى أن تعجبكم. تحياتي للجميع وأتمنى الاشتراك بالقناة.